فذهبت إليه لترى ماذا يريد منها، فكانت المفاجأة. صح أن القصة طويلة بس تعجبك، إذا ما عجبتك اعمل لي بلوك. فتاة تبلغ من العمر 26 سنة، في يوم تخرجها من جامعة الطب وصلت لها رسالة من رقم غريب يقول فيها: لقد أتى اليوم الذي تتخرجين فيه وأنا أنظر لك ترتدين قبعتك والابتسامة لا تفارق وجهك، أتمنى بأن تلك الابتسامة لا تزول عن وجهك. استغربت الفتاة من محتوى الرسالة وحاولت ألا تظهر أي توتر، وأكملت الحفل وهي كل تفكيرها عند تلك الرسالة. حاولت الاتصال للرقم التي أتت منه الرسالة ولكن كان مغلق. حاولت عدة مرات ولكن دون فائدة، فقررت أن تنام وسوف تحاول الاتصال به غدا. لكنها وجدت رسالة من نفس الرقم وكان محتوى الرسالة كالتالي: تفكرين بي الآن صحيح؟ تفكرين من أكون، ولكن لا تقلقي سوف تعرفين قريبا، وداعا يا رائعتي. هي جالسة تفكر من يكون هذا الشخص ومن أين يعرفني، فحاولت الاتصال به ولكن لم يأتي أي رد، فقررت أن تكتب له رسالة وأرسلت له: من أنت وماذا تريد مني؟ لم يتم الرد على رسالتها، وبعد شهر تقريبا وصلت لها رسالة ولكن هذه المرة كانت غير عن كل الرسائل. قال لها: يا رائعتي إنني بحاجتك. نظرت إلى الرسائل وزاد خوفها، فهذا لن يتركها وشأنها، وتغاضت كل هذا ولم ترد عليه. فأرسل لها بعد ساعة: إني آتي إليكم اليوم، كوني في انتظاري. فقرأت الرسالة ولم تعطيها أي اهتمام. عند الساعة 8 مساء رن جرس بيتهم. فتح الباب أبوها واستقبله ورحب فيه، ولكن دون علم الفتاة بأن أحد أتى، لأنها كانت تلك الساعة نائمة. فصحت على صوت أباها وهو يناديها. أخبرها أباها بأن هناك شاب تقدم لخطبتها، فانصدمت فذهبت إليه لترى ماذا يريد منها، فكانت المفاجأة لابد بأن صاحب الرسائل الغريبة. فأخبرت أباها بأنها تريد أن تعرف من هو، فقرر أباها بأنها تدخل إليه وتراه بنفسها. ذهبت الفتاة لكي ترتدي حجابها وهي متوترة من يكون ذلك الشخص، فذهبت ودخلت لتنظر بصدمة، والصدمة كانت بأنه أستاذها في الجامعة كانت تكرهه لأنه كان دائما يقوم بإهانتها، وإذا تأخرت يعاقبها على أتفه الأشياء. فكانت بتلك اللحظة في صدمة وحيرة، كيف ولماذا اختارني أنا برغم أني كنت أعتقد أنه يكرهني؟ في تلك اللحظة تكلم وقال: كيف حالك يا رائعتي؟ لم تجب ولكن قالت: لماذا أنا وكيف؟ قال: لقد أحببتك، أعلم بأني كنت أتصرف معك بسوء ولكن كان لمصلحتك، وكنت دائما حريص عليك دون علمك. أنت لم تري محبتي لك بل رأيت كرهي الذي لم يكن موجود. قالت له: ولكن لماذا لم تخبرني سابقا؟ قال: لقد كنت أريد أن تركزي على دراستك، لم أكن أريد